في ليلة من الليالي كانت الساعة قريبة من منتصف الليل والجو كان ساكن وهادئ. في قرية بعيدة عن المدينة كان في مقابر قديمة، والناس في القرية كانوا دايما بيقولوا إن المقابر دي ملهاش أي أمان وإنها مليانة أرواح غريبة. بس زي ما دايما بيحصل مفيش حد في القرية كان بيصدق الكلام ده، لحد ما جه اليوم اللي اتحولت فيه المقابر لملجأ لشيء مش طبيعي. في ليلة مظلمة كان شاب اسمه أحمد قرر يروح يتأكد بنفسه. كان بيسمع عن الحكايات الغريبة اللي بتحصل في المقابر لكنه مش مصدق، عشان كده قرر يدخل المقابر في نص الليل وياخد معاه كاميرا صغيرة عشان يثبت لأصحابه إن كل ده خرافات. وصل أحمد المقابر وكانت الرياح بتسحب في الأرجاء. سكات الموت كانت مسيطرة على المكان، كل حاجة كانت مظلمة والضباب كان مغطي الأرض. بدأ يمشي بين القبور، مع كل خطوة كان قلبه بيخفق أكتر، لكن ما كانش في أي حاجة غريبة في البداية. وفجأة سمع صوت خطوات ورا ظهره، اتلفت بسرعة، مفيش حد. خد نفس عميق وقال لنفسه أكيد ده حاجة دماغي، لكن الصوت اتكرر تاني وبص بشكل أقوى وأوضح كأن في حد بيجري وراه. قلبه بدأ يدق بسرعة وقال مستحيل، مفيش حد هنا. هو حاول يهرب ويطلع من المقابر، لكن فجأة سمع صوت عالي. التفت بسرعة وشاف حاجة مش مصدقها. كان في جسم ضخم متحرك وسط الظلام، عينيه مليانة شر ودم ووجهه مش طبيعي، كان زي الزومبي. أحمد تجمد في مكانه، عينيه اتسعت من الرعب وبدأ يحس ببرودة شديدة جوه جسمه. الزومبي ده بدأ يتحرك ناحيته. أحمد كان عاوز يهرب لكنه مقدرش. الزومبي كان بيقرب منه أكتر وأكتر، وكانت يداه طالعة من بين التراب زي ما يكون عايش تحت الأرض. أحمد جري بسرعة، عينيه مليانة رعب وهو بيحاول يلاقي مخرج. كان بيجري، وكل ما بيجري أكتر بيحس إن الزومبي بيقرب منه، وصوت أنفاسه الهادئة لكن المزعجة كان بيزيد في أذنه. أحمد لقى نفسه قدام بوابة المقبرة، حاول يفتحها لكنه كان كافل عليها. الزومبي بدأ يوصل ليه، وأحمد شعر بحركة هائبة على الأرض. الأرض تحت رجليه كانت بتتحرك، وبعد شوية طلعت إيدين تانية من تحت الأرض. كان في أكتر من واحد زومبي كتير بيمشوا نحوه، وكلهم كانوا بيزحفوا بطريقة غير طبيعية. في اللحظة دي أحمد فكر يطلع الموبايل ويصورهم، لكن الزومبي لحقوه في ثانية، وقبل ما يقدر يعمل حاجة وصلوا ليه. الزومبي الأولاني أمسكه من رجله والتاني من يده، وكان صوتهم زي الهمسات الرهيبة. أحمد حاول يصرخ لكن مفيش صوت خرج من فمه، وبعد شوية سكت الصوت، اختفى كل شيء. أحمد محدش شافه تاني. في اليوم التالي كانوا الناس في القرية بيسمعوا أصوات غريبة من المقابر، وفي ناس قالوا إنهم شافوا زي ضوء خافت وسط القبور، وكأن في روح جديدة بتظهر وسط الزومبي. لكن محدش شاف أحمد تاني. ومن ساعتها المقابر دي بقت مشهورة، مش بس من ناحية الحكايات، لكن من كتر الناس اللي بتسمع أصوات وأصوات ضحك غريبة وسط الظلام، واللي يدخلها في نص الليل ما يخرجش تاني.